في البداية كده، أهلا بيك. البطاريات. أيوة، البطاريات اللي بنستخدمها في كل حاجة تقريبا، من الريموت لللابتوب وللموبايلات. بس كده؟ لا، هتشوف كمان ازاي نقدر نوصل البطاريات بطرق مختلفة. يلا بينا نبدأ. تعريف البطاريات. طيب، أول حاجة خلينا نتكلم عن البطاريات نفسها. البطاريات ببساطة هي وحدة تخزين للطاقة الكهربائية اللي بتخلينا نشغل أجهزتنا. بتتكون البطاريات من مادتين، واحدة موجبة الشحنة وواحدة سالبة الشحنة، ولما بنوصل الاتنين ببعض بتتحرك الإلكترونات من المادة السالبة للشحنة للطرف التاني في اتجاه المادة الموجبة الشحنة. وهي بس كده، مش حاجة معقدة، الفكرة بس في إنها بتمدك بالتيار المستمر مع اختلاف الفولت والسعة التخزينية من بطارية لبطارية تانية حسب الحجم والنوع. عندنا هنا مثلا بطاريات الدبل A والتريبل A 1.5 فولت، بطاريات ال9 فولت، وكمان بطاريات العربيات 12 فولت اللي بنسميها بطاريات الرصاص. دي بطارية دبل A، أكتر نوع مشهور وبيستخدم في حاجات كتير زي الريموتات والألعاب، وده بيخليها اسمها في مصر حجر ريموت. ودي صغيرة لكن قدرتها كبيرة. طيب، خلونا نتكلم دلوقتي عن طرق توصيل البطاريات. عندنا طريقتين رئيسيتين في التوصيل: التوصيل على التوالي والتوصيل على التوازي. هنشرحهم بطريقة بسيطة. أول طريقة التوصيل على التوالي. ببساطة بنوصل البطاريات واحدة ورا التانية بالشكل اللي قدامنا ده الطرف الموجب من أول بطارية، وبعد كده كل بطارية ورا التانية لغاية ما نوصل للسالب. النتيجة إن الفولت بيتجمع. يعني لو عندنا 3 بطاريات 12 فولت زي كده، الفولت النهائي هيبقى 36 فولت، لكن السعة بتاعة البطاريات بتفضل زي ما هي. تاني طريقة وهي التوصيل على التوازي. هنا بنوصل البطاريات بحيث الموجب مع الموجب والسالب مع السالب. مع طريقة التوصيل دي بتكون النتيجة إن الفولت بيفضل زي ما هو، لكن سعة البطاريات بتتجمع مع بعض. يعني لو عندنا 3 بطاريات 12 فولت زي كده، السعة النهائية هتبقى أكبر لكن الجهد ما بيتغيرش. يلا نعمل تجربة بسيطة عشان نفهم أكتر. هنا عندي بطاريتين دبل A 1.5 فولت ولمبة صغيرة هنفترض إنها شغالة ب3 فولت، ومعانا شوية أسلاك توصيل. هنبدأ بالتوصيل على التوالي. زي ما شفنا، الكشاف نور، وده لأن الفولت اتجمع وبقى 3 فولت. دلوقتي هنجرب بالتوصيل على التوازي، لكن الكشاف مش هينور لأن الفولت واصل له 1.5 فولت بس، مش 3 فولت زي ما الكشاف محتاج عشان يشتغل. ولو فرضنا إنه اشتغل، فدلوقتي الفولت ثابت عند 1.5 فولت، واللي زاد هي المدة اللي الكشاف هيفضل شغال فيها. ودلوقتي القرار بيقف عند الجهاز بتاعك، محتاج جهد بالفولت قد ايه، ومحتاج الساعة الكلية تكون قد ايه عشان تحسب مدة التشغيل. وطبعا تقدر تعمل مجموعة من التوصيلات، التواليات والتوازيات مع بعض بكل حرية عشان توصل للنتيجة اللي انت تفضلها. وده سؤال ليك انت. بطاريات دبل ايه 1.5 فولت 500 ملي امبير ساعة. عايزك تكتب لي في التعليقات الفولت والساعة النهائية للتوصيلات دي هتكون كام. كده نكون وصلنا للنهاية. أتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا ازاي البطاريات بتشتغل وطرق توصيلها. ولو عندكم أي أسئلة اكتبوا لنا في التعليقات. شكرا لمتابعتكم، وما تنسوش ان الدعم بلايك والاشتراك في القناة، ده هو اللي بيساهم في انتشار الفيديو لأكبر عدد وبيشجعني ان اكمل في تنزيل الفيديوهات بجودة عالية.